تفضل اقرأ العذر اللي موجود ويتم التصويت، وعندنا بجدول أعمال وعندنا بنود يجب أن ننتهي منها. السيد رئيس مجلس الأمة المحترم، تحية طيبة. وبعد تلقينا اتصالا هاتفيا من النائب الدكتور عبد الحميد دشتي يفيد بتعرضه إلى أزمة قلبية حادة عارضة بجنيف واحتمال نقله إلى لندن، لذا يعتذر النائب عن عدم استطاعته حضور الجلسات الموافقة أيام 15 16 29 30 من شهر مارس 2016، وذلك بسبب عارض صحي. وتفضل بقبول فاقل الاحترام مكتب النائب الدكتور عبد الحميد عباس دشتي، التاريخ 10/3/2016. الموافق على هذا العذر يرفع ايده. انتم طالبين نداء بالاسم العشرة، بس انا اعتقد ما يحتاج الامر الا ان نروح نداء بالاسم. الموافق على هذا العذر يرفع ايده. بس خلص التصويت. لا ما يصير، خلص التصويت، مو قبل التصويت مساعة عطيت الكل انت ما انت موجود، ما يصير. خلاص ماشي، ما يصير يا سيد، مو مساعة أكثر من نص ساعة احنا قاعدين وطلب إقفال باب النقاش سيد ويينا بهذا الأمر. إذا فتحت لك الباب الآن سيد لازم أفتح الباب للجميع. شوف كم واحد، ما يصير، صار لنا نص ساعة. لا ما راح أدير الجلسة كذي. الموافق على العذر يرفع ايده. بعطيك. لا مو أنا أبي، لا أنت ما تحضر وتأخر لا تقول أنت تبي، لا أنت ما تكون موجود بالقاعة وعطيت الكل عطيته، وعطيت الأخ صالح 3 مرات، أعطيته 3 مرات. لا مو من حقك أنت. 5 سجل على كيفك. 5 من 45 اللي قابلين العذر غير مقبول. البند التالي. تفضل أخ صالح. شكرا اخي الرئيس. وسع بالك اخي الرئيس، لان هذه حادثه ممكن تتكرر للمستقبل. احنا نتكلم، انا اعطيتك وانت تشهد. لا انا ادري، بس احنا تبين وجهة لان نظرك. فيصل يقول اللائحه متى يعرض الرئيس، وهذا حق الرئيس مثل ما تفضلت، متى يعرض الرئيس الموضوع على المجلس؟ اذا تكرر غياب 5 جلسات، للحين ما تكرر 5 جلسات، هاي ثاني جلسه، بعد الجلسه الخامسه من حقك تاخذ قرار او تعرضه على المجلس. الى الان احنا في اللائحه، الى الان القرار لك، بعد الغياب ال5 جلسات يعرض على المجلس. احنا نقول تقيد باللائحه، سواء عبد الحميد دشتي او غير عبد الحميد دشتي. اخ صالح، ما يعرض بعد ال5 جلسات، ارجو ان تكون وياي. اخ صالح ما يعرض، كلامك صحيح، ما يعرض بعد ال5 جلسات او 10 غير متواليه هو موضوع اسقاط العضوية من عدمها. ارجو ان لا يصير في لبس. تفضل اقرا اللائحة امامك. ما نوقش اليوم والطلب المقدم يتعلق فقط في قبول العذر. العرف بان الرئيس ثقة في النائب يقبل العذر، وهذا اللي كنا ماشيين فيه. ما في نص صريح يقول ان هذا الحق موجود تحديدا عند الرئيس او يمنع المجلس من طرح هذا الموضوع. واشبع هذا الموضوع نقاش، واعطيت الكل الحق في بيان وجهة نظره، وانت اخ صالح تشهد ان اعطيتك 4 مرات الحديث لابداء وجهة النظر. الان في نهاية الامر في طلب مقدم، ما في نص يقول ان ما يجوز للمجلس ان ينظر في هذا العذر. كل من ذكر اسبابه، ولا بيدخل في الاسباب. الان ذكر العذر، ولو طلب على اي نائب اخر خلي يقدم الطلب الان واعرضه ايضا على المجلس.